موضوع الكورسات ده عاوز اتكلم معاك فيه شويه. موضوع شائك. يعني خطفناه كده من شويه. مم. من رايك اشتري كورسات ولا اتعلم من يوتيوب لو انا آه، فيديو اديتور وعاوز ادخل في المجال او بدات في الموضوع ده وعاوز ابتدي اطور من نفسي ابدا بقى اخد فلوس؟ مم. اشتري كورسات مم. ولا اليوتيوب يفي بالغرض؟ هقول لك بصراحة، اليوتيوب كافي، بس الكورسات بتبقى متجدولة. يعني انت عشان تدور على اليوتيوب هتاخد وقت كتير قوي في التدوير، وان انت ترتب. يعني ميزة الكورس ان هو بيرتب لك الحاجة بصراحة. لكن هل اليوتيوب كافي؟ اه، اليوتيوب كافي. اليوتيوب هيعلمك طبعا، بس هيجي وقت في الاوقات ولازم تاخد كورسات. ان الكورس تاخد، انت على فكرة انت ما بتشتريش بس علم، انت بتشتري خبرة الراجل اللي بيديك الكورس. اه فدي برضو حاجة مهمة ان هو طبعا. بينصحك وبتاع. انا أصل انا خدت كورسات كتير جدا، يعني انا اتعلمت من اليوتيوب طبعا، واتعلمت من ناس اساتذتنا طبعا في المونتاج وفي الاخراج، وخدت كورسات. فاهم؟ فانت الكورسات مهمة. مم. بس هل انت لو مش عايز تاخد كورسات اليوتيوب مش هيعلمك؟ لا، اليوتيوب هيعلمك، واليوتيوب كافي جدا. بس الكورس بيرتبها لك، الكورس بيرتب لك المعلومات. بس الكورس مش هيطلعك حد بتطير خالص. انت الكورس هيعلمك اساسيات، هيعلمك استايلات معينة. على فكرة هي مش بالكورس او باليوتيوب، هي متوقفة عليك انت. الممارسة بتاعتك ايه؟ انت لو بتتعلم وخدت 100 كورس، اغلى 100 كورس في العالم، وما بتطبقش ومش بتمارس، مش هتتعلم. هي الشغلانة دي عايزة حد بيمارس، بتمارس وعندك فن، تتفرج كتير وبتجرب كتير وبتغلط كتير وبتطلع فيديوهات زي الزفت كتير. تبدأ واحدة واحدة. هي عايزة ممارسة، عايزة انك تتعلم من كل الطرق. انا اخدت كل الطرق اللي قدامي. كورس اروح اخده، كورس اوفلاين اخده، اونلاين اخده، يوتيوب اخده. فاهم؟ وطبعا انت بتشتري خبرة يعني. طيب دلوقتي انا اتعلمت مونتاج، حلو. تمام. ايه المهارة اللي بعدها اللي اتعلمها؟ التعامل مع العميل رقم واحد، انك ازاي تتكلم مع عميل، ازاي تعرف تقفل الديل صح مع العميل. دي اهم مهارة، انك تتكلم مع العميل. تاني مهارة محدش بيتكلم مع حد، يعني مفيش حد بيتكلم عليها، الالتزام. انت لو مش ملتزم مع نفسك ما تشتغلش فريلانس. روح اشتغل في شركة وربنا هيوفقك فيها. فالالتزام ده مهم جدا. يعني انا مثلا ممكن اكون قاعد مع القهوة مع اصحابي، وعميل كلمني عايز تعديل الفيديو النهارده، انا قدامي حلين: يا اما ارفض واقول له ده بره وقتي، يا اما اروح البيت واعملها. دي بقى من هنقول عيوب ومميزات الفريلانس. لازم تقدر العميل، لازم تقدر ان الفيديو اللي هو بيعمله ده ممكن يكون سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في رزقه، في هدف بتاعه، في حاجة عايز يوصلها. فده مهم جدا الالتزام. انا مثلا لما بدأت اتعلم مونتاج، وبعد فترة اتعلمت حاجة اسمها اخراج سينمائي. ممكن ما تفيدنيش قوي، بس انا عايز افهم الاخراج عامل ازاي. بعد كده اتعلمت فيلم ميكنج، ده برضو فادني كتير قوي. اتعلمت حاجات بسيطة عن التصوير، طبعا مش زيك بس يعني بس اقل شوية. حبيبي يعني برضو التصوير انت تبقى عارف الراجل ده هيبعت لك. يعني مثلا لو جه انا دلوقتي مونتير وخالد عنده فيديو، قال لي يا عمار خد الماتيريال دي رو مش متلونه. مم. أنا هتبقى يعني ايه؟ فاهم. يعني ايه؟ اه. ما انا ممكن انا بقى مش فاهم. مم. طب يعني يقول لولا لك، ان انت يقول لك درست دي لوج، وتعلمت. دي رو، اه دي بلاوي. متلونه، دي بلاوي مش عارف إيه. انت بس هتصحح التلوين، مم. مش عارف ايه. انا بحاول اتكلم عربي عشان الناس ايوه كلها ايوه تبقى ايه، ايوه. تبقى فاهمه. مم. ف لازم تبقى فاهم اولا التصوير طبعا. لازم يعني في مهارات كتير. انا بقول لك انا لازم مثلا تتعلم حاجه في الاخراج بسيطه، حاجه في الفيلم مم. ميكنج، لكن برضه المونتاج كل هيكفيك. ده هيخدم على شغلانتك الاساسيه اللي هي الفيديو اه. اديتنج. اه، وتعلم اللي هو هي التواصل. لو انت شخص ما بتعرفش تتكلم مع ماشي، عميل. بس خلي بالك دي برضو نقطة فاصلة، ان احنا دلوقتي اللي بنتكلم على الفيديو اديتور مم. هو شخص بيحب يقعد في عزلة، بيحب يقعد اه. لوحده، ايوه. يقعد يركز. ايوه. طفي النور واقعد ايوه. بالست ساعات ما بتقومش من ايوه. على الكرسي. تقوم ظهرك يطرقع تنام. ازاي بتطلب مني ان انا ابقى عندي مهارات تواصل؟ ما هو فيش تواصل اصلا. ما انت التواصل ده على فكره، يعني انت ممكن تاخده من صحابك عادي. مم. يعني الفكره مش في التواصل ان انا اعمل علاقه دايمه مع الراجل. اه تعرف تتكلم معاه، قصدي تعرف تتكلم. اه اقول لك على حاجه، انا من فتره جمعت تيم وكان في بروجكت كبير دخلنا عليه، جمعت ايتورز. انا الاربعه ايتورز اللي كانوا معايا ما كانوش بيعرفوا يتكلموا معانا. يعني شاطرين جدا جدا مفيش زيهم، هو ده الفاصل اللي وما بقولك بيعرفش عليه. يتكلم. هو شاطر جدا اه. انا بس مره عنده. دخلت اديتور مع عميل كان شغال معايا زمان، بوظ لي الديل. اوف. فاهم ليه؟ معقولة. ان هو مش عارف يتكلم. هو متخيل ان، وخلي بالك برضه في مصيبه انيل، الايتور اللي فاكر ان شغله ملوش زي، وان هو لا جامد، ده غرور وتعديلات ده. العميل دي كلها وحشه. انت برضه في لا الاول وفي ده في الاخر الاخر هو الراجل تمشي مع هدف دافع العميل. فلوس، دافع معلش يعني اعمل له فلوس. اللي هو عاوزه. بالظبط، ما انا ينفعش مالي اشوف بقى. شغلي ده. انا في عملاء بتبعت لي اقسم بالله يا خالد مصايب، اللي وريتك سكرين شوت والله العظيم مصايب. واحد يقول له لا ده اللي عندي،
لان برضه خلي بالك في ايديتورز عاملين، اصل فريلانس خلي بالك شبه ايه، شبه الصناعيه. في ايديتور خلاص هو جاله مثلا 5000 جنيه، انا عايش ب 5000 دول جنيه، 5000 جنيه دول اسبوع اسبوعين، انا مش عايز عملاء. في ناس كتير بتفكر بالطريقه دي، طالما هو معاه ده فلوس في غلط، جيبه اكبر او غلط. في طب انستا ما باي، هتخلص، خلاص هتخلص هتخلص، هو بقى ما هتعمل بيبقاش ايه بعدها؟ فاهم الفكره دي. هو للاسف في ناس كتير كده، يعني في ايديتورز كتير قوي صنايعيه. هو مم. طبعا صناعيه مش حاجه وحشه، انا قصدي في الوقت، في اللي هو ايه، انا معايا فلوس، انا مش خلاص انا مش هشتغل، مم. فاهم؟ بس فهي فيها عيوب وفيها مميزات، لكن اهم مهاره التعامل مع العميل، الالتزام، الصبر، ان انت يبقى عارف ان انت ممكن فتره ما يجيلكش شغل. فدي كل دي حاجات مهمه.